أكتر الحاجات اللي بنشوفها في حديث الولادة وهي شكوى إن ابني مناخيره مسدودة على طول، بيخنفر باستمرار. نتعامل إزاي مع الجزئية دي؟ مبدئيا فتحة الأنف بالنسبة للأطفال في العمر ده بتبقى ضيقة قوي، فأقل إفرازات بتسدها. احنا مجرد بس ان احنا بنحط مثلا نقط مثلا اتروفين او محلول ماء بحر، او لو بتعرفي تعملي غسيل انف، دي كلها حاجات بنستخدمها في العمر الطفل اللي هو في اول شهور وبتجيب معاكي نتيجة. ولكن ما يجريش دماغك قوي ورا ان ابني عنده لحمية او ما شابه. اللحمية صعب قوي ان احنا نشخصها في الاعمار الصغيرة دي. وعلى فكرة لما تستخدمي أتروفين قبل سن سنة في الأطفال الصغيرة دي، استخدمي الأتروفين البيبي سلاين مش الأتروفين الأطفال. أو لو هتعملي غسيل بمحلول ملح بتستخدمي سرنجة 5 سم محلول ملح 9/10%. ولو هتستخدمي بخاخ بقى بحر يبقى أحسن كمان من الاتنين دول. الشكوى التانية وهي إن ابني بيدمع كتير أو في إفرازات في عينه كتير. ده دايما بيحصل بسبب انسداد في القناة الدمعية. مجرد بس ان انت بتعملي له مساج على القناة الدمعية وانت بترضعيه بصباعك الصغير كده داير ما يدور في الناحيتين وانت بترضعيه، الامور بتهدى معاكي والافرازات دي بتقل والدموع بتروح. فاكتر حاجتين دول اعرفيهم عشان هيقابلوكي كتير مع طفلك، فما تقلقيش لما يظهروا.